السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا مساء الفل على عيونكم. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يومكم كله خير وفرحة وبركة وتفاؤل. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوناش باللايك، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفني وينورني بالاشتراك وتعليق جميل منكم. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض شوية رز بلبن هيطلعوا معانا هايلين. هنقول بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، وندخل على بركة الله نبتدي الفيديو. أول حاجة هنجيب حوالي كوباية من الرز، هنغسلها كويس. بعد كده هنحطها في الحلة كده على النار، ونحط عليها شوية مية. هنسيبها طبعا تغلي من وقت للتاني كده، نقلبها. ولو في أي ريم أو أي حاجة ظهرت على وش نتخلص منها. معنا طبعا سكر، ومعنا قشطة، ومعنا اطباقنا مسحينها ومجهزينها، ومعنا كمان حوالي لتر وربع كده او لتر ونص من اللبن. وممكن تشتغلي كمان بكيلو، المتوفر عندك اشتغلي بيه. انا حسيت ان الحلة صغيرة، حبيت ايه احطه في حلة اوسع شوية. هو كده تمام، داخل يعني على السوا. مجرد ما تلاقي كمية الرز كترت كده، وانت هتشوفي واحدة هتلاقيها استوت معاكي، يبقى كده تمام. اهم حاجة ان نسوي الرز كويس يا جماعة. في الوقت ده ممكن نحط شوية سكر، ونديله كده ايه تقلبتين. هو كده تمام استوى. وهننزل على طول باللبن بتاعنا. مكان اللبن كده هنبتدي نجيب حوالي معلقتين من النشا، معلقتين هرمين كبار كده من النشا، وندوبهم كويس. هنبتدي مجرد ما ياخد معانا غلوة بقى ننزل على طول بالنشا بتاعتنا، يبتدي يربط معانا. اخر حاجة خالص بيكون معانا كيس من الفانيليا، وكمان شوية القشطة بتاعتنا. بيطلعوا هايلين بقى. الطعم لما بتحط القشطة في الاخر بيبقى حلو قوي. شايفين بعد ما ربط معانا؟ مجرد ما هياخد غلوة هنقفل عليه، ونبتدي ايه نحط القشطة اخر حاجة تحطيها وهو مقفول عليه، هو والفانيليا. اهو حطينا كيس الفانيليا. والقشطة دي مثلا ايه بتطلع معايا مثلا من 2 كيلو لبن ولا حاجة، بشيلها كده واروح حطها في الاخر، واديله بقى تقلبتين، بتدي تطعيمة في منتهى الجمال. ولو عندك برضو كريم جانتيه او حاجة ممكن تحطي معلقة. لو مش متوفر ده ولا ده استغني طبعا عنه. في الوقت ده طبعا مسحين اطباقنا، هنبتدي بقى ايه نغرفها مع بعض. اطباق، كاسات، المتواجد عندك اشتغلي بيه. زي ما انتم شايفين كده بنبتدي نغرفهم في الاطباق. لو وصلتوا معانا لحد كده بقى ما تنسوناش باللايك، واللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشرفني وينورني بالاشتراك وتعليق جميل منكم. بيطلع معانا يا جماعه طعمه حلو جدا. هيستوي بس معانا كويس، والتكه بتاعت القشطه اللي في الاخر دي برضو بتدينا تطعيمه حلوه قوي. طبعا لازم وضروري تسيبيه يبرد معاكي تماما قبل ما تحطيه في التلاجة. خلصنا كميه الرز، عمل معانا كميه حلوه جدا، بألف هنا والشفا اللي هيعملها واللي هياكلها. وبكده بقى وصفة النهاردة تكون خلصت. يا رب كده تكون عجبتكم. انتظروني بقى في وصفات تانية كتير، واسيبكم على خير، واشوفكم على الف الف خير، واقول لكم السلام عليكم. دمتم في امان الله ورعايته، مع الف سلامة.